السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جايلكوا فيديو جديد مهم جدا. لو عندك لبن قاطع زي بالشكل ده كده زي ما حضراتكم شايفين، هو بصوا، هو اللبن مش رايب اللي بالكوا فيه، لا هو لبن. بصوا، هتلاقيه قطع جبنة كده، بصوا مجبنك بالشكل ده كده. طيب انا هعمل ايه؟ هبتدي اصفيه في مصفى ضيقة تكون صغيرة جدا، بحيث ان انا اخد القطعة الصغيرة اللي هي جبنت معايا دي، واحطها واصفيها، وابتدي اخد اللبن. بصوا صفيتها بالشكل ده وبقت جبنة، وحطيتها على لبانة. نصيحة: لما تيجي قبل ما تغلي اي لبن، هتعلقي طبعا شوية ملح قبل ما تيجي تغلي اي لبن، هاتي معلقة وحطي منها في قلب اللبن كده، وحطيها على البوتاجاز. لو فار معاكي كملي، ما فرش يبقى خليه بقى للمعجنات اللبن ده، او اعمليه نجريسكو، بيبقى النجريسكو حلو جدا. انا بعمل كده علشان ما نرميش حاجة في بيتنا، ولا انا جات بعد ما صفيته بقى شكله ده، وحطيته في قلب الكيس. ادي اللبن الرايب معانا، هحطه في قلب النجريسكو يبقى طعمه حلو جدا. والجبنه ديت جبنه كامله الدسم، حلوه قوي قوي. ويا ريت الفيديو النهارده يكون عجبكم واستفدتوا بالمعلومه المفيده دي. وطبعا احنا مش بنرمي اي حاجه في قلب المطبخ، لان طبعا الحاجه غاليه ودي نعمه ربنا، ما بنرميهاش. بصوا طعمها حلو جدا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انتظروا فيديوهات جديده، مع السلامه.